السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم على مطبخ رشا تسنيم ورشا بريستيج. اليوم جيت وجبت لكم الجديد، هذا شكل جديد من لي زونترومي اونترومي بالبنان. صراحه الشكل ديالها تيجي جميل بزاف بزاف مع هذا الكلاصاج سبيدر. تابعوا معايا الفيديو من الاول للاخر، طريقه سهله جدا لهذا الكلاصاج وحتى لهذا الاونترومي. بالنسبه للمكونات بسم الله على بركه الله، سنحتاجو 150 غرام ديال عجينه اللوز، 150 غرام ديال البيض كامل، 30 غرام ديال الدقيق، 45 غرام ديال الزبده دايبه، وغنحتاجو كذلك 3 غرام ديال الخميره ديال الحلويات ورشه ديال الملح وفانيليا. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. وغنحتاجو كادر ساقل او كادر 22 على 20، يعني جوج، واحد كبير وواحد صغير. بالنسبه للكادر الصغير صايبت منه جوج ديال القوالب كيف شفتوا معايا بالبابيو الومنيوم وغلفتهم بورق الزبده. هنا بسم الله على بركه الله نبداو. خلطت الدقيق والفاني وكذلك خلطت معاهم الخميره، ومن بعد خدمنا هنايا العجينه ديال اللوز مع البيض مزيان، خدمناهم مع بعضياتهم، ومن بعد كنضيفوا لهم داك الخليط ديال النواشف ونحركوهم مع بعضياتهم مزيان. هنا راه تنصور بيد وشاده التليفون بيد ردوا معايا البال، راني خدامه ولكن ما خداماش مرتاحه باش نصور لكم، ما عنديش سيبورا باش نشد التليفون، تنطق انني نصور. المهم كي شفتوا معايا من بعد درنا ليها الزبده، ومن بعد قسمنا داك الخليط على جوج، طيبناهم على 170 درجه بين 15 حتى 20 دقيقه. بالنسبه للانسي غنحتاج هنا 70 غرام ديال العصير ديال الحامض، 50 غرام ديال الحامض و20 غرام ديال الماء باش نخفوه ما تيجيناش حامض بزاف. غنحتاجو 70 غرام ديال البنان قطعوا طريفات، غنحتاجو 80 غرام ديال السكر سنيده سكر حبيبات، وغنحتاجو 100 غرام ديال البيض تقريبا جوج بيضات، وغنحتاجو 60 غرام ديال الزبده زبده حيوانيه، وغنحتاجو كذلك ورقه ونص ديال الجيلاتين. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو باش نصايبو لانسيغ. وما ننساوش اننا غلفنا بالسلوفان الاطار اللي غنديروا فيه لانسيغ. هنايا كبدايه تناخذوا البنان والحامض تنطحنوهم مع بعضياتهم مزيان، ومن بعد كنديروهم فوق البوطه حتى يسخن. من بعد تنخلطوا البيض مع السنيده تنخلطوا مع بعضياتهم مزيان، وغنضيفوا لهم كذلك فانيليا فاني. نتوما كديروا فاني حسب الذوق حسب الرغبه ديالكم، وما ننساوش نرطبوا وريقات ديال الجيلاتين. وفي هذا الاثناء هادو بعد ما ضربنا البيض والسنيده مع بعضياتهم، راه داك الحامض مع البنان راه تسخن تقريبا تيسخن، ما نخليوش يغلي بزاف ولا يعقد، المهم غير يسخن شويه. من بعد نضيفوا داك الخليط مع البيض وتنحركهم مع بعضياتهم. هذا تقريبا بحال نقول لكم كريم اونغليز، كريم اونغليز بالحامض. ومن بعد كنرجعوا هذا الخليط فوق البوطه حتى توصل للدرجه ديال 83، بين 80 حتى 83 ما يفوتاش. من بعد ما وصلت الحراره ديالته 82 درجه، هنايا تنضيفوا ليه الوريقات ديال الجيلاتين اللي راه حنا رطبناهم في الماء. وردوا البال بالنسبه للوريقات ديال الجيلاتين رطبوهم في الماء بارد. من بعد تناخذوا الميكسور تنميكسيو هذا الخليط هذا تنميكسيو مع بعضياتهم مزيان، وحنا تنميكسيو كنضيفوا الزبده بتدريج، والزبده تكون حيوانيه حتى كيتميكسا كلشي وتنسجموا العناصر مع بعضياتهم. انا هنايا من مورا ما ميكسيتو راني صفيتو واخا ما مبينش في الفيديو. المهم بغيتو تصفيو صفيو، ولا بغيتو تكتفيو انكم تميكسيو ماشي مشكل. من بعد كنصبوه مباشره في داك الساقل اللي غنديروا فيه هاد لانسيغ ونديروه في الثلاجه حتى تيقبض راسو. دابا غنجيو لاموس غنحتاجو 120 غرام ديال الحليب، غنحتاجو 140 غرام ديال البنان، وغنحتاجو كذلك الشوكولاته بالحليب 300 غرام. وبالنسبه لهاد المكونات هادو راه غنحتاجو ليهم 290 غرام ديال الكريمه سومي مونتي، يعني كريمه سائله اي ماركه، المهم ماركه تكون مزيانه. وغنحتاجو كذلك 3 ديال الوريقات ديال الجيلاتين. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو باش غنصايبو لاموس ديال الشوكولاته مع البنان. اول خطوه تنطحنوا البنان مع هذاك الحليب، ومن بعد ما كنسخنوا الحليب والحليب مطحون مع البنان او البنان مطحون مع الحليب وليت ندخل ونخرج في الهضره مع الفيديو مزروب وليت كنطير. المهم طحنا الحليب والبنان مع بعضياتهم هما الاولين ودرناهم فوق البوطه يسخنوا، ومن بعد غنضيفوا ليهم شوكولاته. ردوا البال عندكم تحرقوا داك الحليب والبنان راه كنسخنوهم شويه باش يذوب لينا داك الشوكولاته. منين تيذوب لينا داك الشوكولاط
تنحركو شي شويه باش ينسجم مع بعضياتو، لحقاش داك الشوكولاط تيكون شويه. المهم كاين لي مارك اللي تيذوبوا دغيا، كاين اللي ما تيذوبش دغيا. المهم هاد لا مارك هادي عندي ما تذوبش دغيا خصني ضروري تعاونها. المهم تنضيف ليها داك الجيلاتين، وريقات اللي رطبناهم ديال الجيلاتين، ومن بعد كنضيفو الميكسور هو اللي يهنينا مزيان من هاد الشي كامل. منين تنديرو الميكسور تيتطحن كلشي، من بعد كناخدو واحد الصفايه وتنصفيوه. علاش؟ باش تنتخلصوا من هذوك الحبيبات ديال البنان اللي تيبقاو. شفتوا معايا راه ما تيجوش زوينين في لاموس. من بعد تناخذ واحد البلاك كبيره تنغلفها، انا غلفتها بالسلوفان، هي اللي غنحط فيها هذا الخليط هذا باش غيبرد ليا مزيان على خاطرو، على ما نطلع الكريمه سومي مونتي. بالنسبه للكريمه طلعوها سومي مونتي، طلعوها غير شي شويه ماشي بزاف. هنايا خديت هذاك الخليط ديال الشوكولاته والبنان. بعد ما بردوا ليا مزيان خلطتها مع الكريمه. شوف الشكل ديالها كيفاش كتولي زوينه في الحقيقه، منظر جميل. المهم هنايا صافي، هذه هي لاموس اللي حصلنا عليها، لاموس ديال البنان والشوكولاته. دابا غنجيو للمونتاج. بالنسبه للمونتاج حيدنا كل حاجه من بلاصتها. المهم بالنسبه للانسيق ها هو قبط راسو، شد راسو مزيان كوش الشكل ديالو، قدو قد البسكوي. يعني المول اللي خدمت به البسكوي هو المول اللي خدمت به داك لانسيغ. وبالنسبه للمول الاخر الكبير هو اللي غندير فيه لاموس. يعني المول اللي تيكون فيه 22 هو اللي غنخدموا فيه لاموس. درت طبقه ديال لاموس فوق منها مباشره درت لانسيغ. يعني لانسيغ هي اول حاجه من مورا لاموس، ومن بعد كندير طبقه ديال البسكوي مباشره فوق لانسيغ، ومن موراها غندير لاموس عاوتاني. وحاولوا انكم تقادوا الطبقات. انا هنايا راه كنت درت بزاف ديال لاموس باش نعاود نقص منه باش جاتني، حقاش مازال غندير طبقه اخرى ديال البسكوي من فوق منه. حتى عمرتها ولقيت راسي بلي ما كاينش فين نزيد. ما تنساوش تخبطوا شويه خبيطات هكا هذاك الاطار باش هكا يشدوا البلايص كاملين، ولا كاين شي تقيبه هكا ولا شي بقعات يخرجوا. من بعد درت الطبقه الثانيه ديال ديال البسكوي. دابا بالنسبه للكلاصوز ميغوا غنحتاجو فيه 150 غرام، ونحتاجو 75 غرام ديال الماء، و100 غرام ديال كريمه سائله، ونحتاجو 4 الوريقات ديال الجيلاتين، وغنحتاجو بالنسبه للشوكولاته البيضاء نحتاجو 120 غرام، والشوكولاته بالحليب غنحتاج 30 غرام، وغنحتاجو 2 معالق ديال ناباج وملون صفر وملون بيض. وبالنسبه للملون بيض مع ناباج هادو غير باش نديرو داك الكلاصاج سبيدر، هذاك الشكل ديال سبيدر. المهم تناخذوا شي كرافس نديرو فيه هنا الشوكولاته هو الاولاني، وغنصبوا معاه الكريمه. وهنايا من بعد غادي نمشيو ناخذوا الرقات ديال الجيلاتين نرطبوهم في الماء. ومن بعد غنمشيو، وقبل من هادشي كامل خصنا نمشيو ناخذوا الصايب والسيرو ديالنا. بالنسبه للسيرو هنا درنا السنيده والماء، الكميه اللي مطلوبه كلشي مقيده لكم في صندوق الوصف. رجعوا صندوق الوصف راه فيه المقادير كامله. تناخذوا الترمومتر وتنوصلوا الحراره ديال 103. من بعد داك الخليط كنصبوه مباشره فوق من الشوكولاط والجيلاتين والكريمه، وتنضرب بالميكسور كلشي، وتنزيد الملون اصفر. واللي غيسولني علاش درنا الشوكولا البيضاء مع الشوكولاته نوار باش نحصلوا على هذا اللون هذا كي شفتوا معايا، هذا اللون بحال شكل البلون كاسي. باش ملي غنضيفوا ليه اللون الصفر غادي يجينا في اللون ديال البنان. هادشي اللي كاين. حنا هذا الاونترومي ديال البنان خاص الكلاصاج نديروا له حتى هو بنان. انا هنا منين كملت الخلاط ديال هذا. المهم بالنسبه للبلونجور ما تهزوش الفوق، خليوه لتحت باش ما يتشكلش لكم فقاعات وتحلوا معاهم. حاولوا ان هذا الخليط ما يكونش فيه الفقاعات، يعني مره حركوه وخليوه تيبرد. منين غنجي نكلاصي هنايا خلطت بين ناباج وداك ملون بيض. وبالنسبه للكلاصاج اللي تنكب دابا هذا ما تكلاصيوش به حتى يوصل 32 34 درجه، يعني خصو يكون بارد شي شويه. مباشره بعد ما كبيت هذا الخليط كناخذ داك الناباج مع الملون بيض وكندير مسيحه كيشتو. اين فوا كديري هذيك المسحه كيتشكلوا دوك الشبيكات مباشره. انا هنايا هاد البلاصه هذه البلاصه الاخرى بزت فيها ساعه ما تشكلوش ليا. المهم في الجناب درت واحد الباندا ديال الشوكولاته البيضاء، شوكولا غيش مخلطه مع الشوكولا سكري او الشوكولاته الرخيص. داك الرخيص مع الغالي خلطهم مع بعضياتهم تقريبا مواتي نص تقريبا. ومن بعد كديريهم في واحد السينتا هكا ديال البلاستيك هذاك الغيدويد صافي، وكدوريها في الجناب وتحصلي على هذا الشكل هذا ديال اونترومي. الشكل ديالها صراحه زوين بزاف، انا صراحه عجبني
هاد كلاصاج واخا راني سبق لي درتو في القناة. درتو في واحد الكاطو ديال لانيفرسير ديال بنتي، درتو في درت اونترومي في النوار، شوكولا، كلاصاج ميغوار نوار، ودرت كلاصاج سبيدر في الغوز. تترجعوا للفيديوهات القدامين وراه غتلقاوه، والشكل ديالها من الداخل كي شفتوا معايا كيجيو طبقات متساويين رائعين، كلها تبقى واخده حقها. المهم صراحه عجبتني هذه الخدمه هذه، ونتمنى اللي عجباتو هذا الانترومي يديرها. ولا كاين شي سؤال حطوه ليا في التعاليق، الطريقه راني شرحتها في الفيديو واخا راه مزروبه قبلوا عليا. وبالنسبه للمقادير راني حاطاهم في صندوق الوصف كاملين. سمحوا لي بزاف راني زربت عليكم في هذا الفيديو هذا، الشرح ديالي كان مزروب، كنت خايفه الفيديو يسالي لحقاش نورمالمون ما صورتش مزيان، راني تنعرف. صورت بسرعه حقاش كنت شاده التليفون بيد وتخدم بيد. المهم هادشي اللي كاين. وكيف العاده وصلت للنهايه ديال الفيديو، ما سخيتش بكم نقول لكم كيف العاده استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، ومع السلامه.